بعد ما شفت نتيجة السبراي ده والمعجون اللي هتشوفوه النهاردة، حرفيا اقسم لكم بربي بفكر ان ابعته لاي مصنع ويعملهولي باسمي. الوصفة دي كانت حصرية على قناتنا وكانت جايبة ملايين المشاهدات، واتحدى اي حد يقول ان هو نزلها الاول، لان امولة كانت مشهورة بمنظفات النشا وكمان الكلور الالوان اللي حرفيا اي حد بيجربه ومش بيشتريه من بره تاني. النهاردة هعمل معاكي منظف سحري لكل حاجة في البيت. هنطلع منه البخاخ اليومي، هنطلع منه كمان منظف للحمامات. كل اللي عليكي بترشي شوية كده وانسي التكلسات والريحة الكريهة وكل حاجة. شوية كده هترشيهم على الشفاط بتاع المطبخ، على البوتاجاز، على حروق الفرن والدهون، وسلميلي على اي دعك واي تعب كنت بتعمليه قبل كده. يلا كده سريعا نقول بسم الله ونبدأ مع بعض، خليكم معايا. ورقة وقلم كده يلا واكتبي ورايا. أول حاجة هنجيب كوباية هناخد بيها ربع كوباية دلوقتي فقط من الخل، وهنجيب بعد كده برطمان نحط فيه معلقة ونص كبيرة من الكربوناتو. هننزل كده بالخل علشان طبعا التفاعل بتاعه، هنبدأ كده نديله تقليبة. بعد كده هنزل تاني بربع كوباية من الخل، أنا بنزل شوية بشوية علشان الفوران والتفاعل ما يبهدليش الرخامة. بعد كده هنزلهم احطهم في بولة، واحط عليهم معلقتين كبار من النشا، وهنديهم كده تقليبة لحد النشا ما يدوب معانا او يختفي تماما. بعد كده هجيب بقى في برطمان معلقة ونص كبيرة من البطاطس. تمام، معلقة ونص، ما تخافيش مش هيكون بيحرق الايدين ولا اي حاجة، ما تقلقيش. هنزل بالنشا بالبطاطس على النشا وهديله تقليبة واحدة بس. وعندي هنا عايزاكي تجيبيلي اكتر زيت قليتي فيه سمك او بطاطس وتحروق عندك، يكون مقطوع قلبه كده من القلي، تمام، علشان بيكون نتيجته حلوة جدا. اخدت كوباية من زيت السمك، وبعد كده هنزل شوية بشوية الزيت اللي احنا قالين في السمك عشان ما حدش يقول لي يعني ايه زيت سمك، تمام. وهنزل شويه بشويه وهبدا ان انا برضو ايه اقلب. نسيت اقول لكم ان انا دوبت البطاطس بنص كوبايه برضو من الخل، الوصفه دي مش هنحط فيها ميه خالص. واخر حاجه هحط كوبايه من اي صابون مواعين عندك او برسيل جيل، وهنديله كمان تقليبه. واخر حاجة هضيفها معلقة كبيرة من ملح الليمون. اول ما هنضيف ملح الليمون هتحس ان هو اتكتل او خرز معاكي. هنفك كل الكلام ده بايه؟ بنص كوباية من الكلور الابيض او ماء الجفل. خلاص كده والله يا جماعة، لا ريحة ولا حرقان ايدين، ما تقلقوش. ايوه مكونات كتيرة شوية ومعقدة شوية، لكن نتيجتها حرفيا بتنسف الدهون والحروق من غير دعك ولا تعب. كده خلاص انا خلصت كل حاجة. هاخد بقى الازازة البيضة دي، لازم تكون لونها كده غامق او البلاستيك تقيل علشان فاعلية الوصفة بتاعتنا. اخدت تلتها كده من المعجون اللي احنا عملناه، وتلتها التاني مية، والتلت الاخير كلور. ودي برجها كويس جدا وبسيبها بقى للحمام. قبل ما بنام كده بقوم حاطه شويه في قاعده الحمام، اي صدى حوالين القاعده، اتساخات الحوض، اي عند المصرف بتاع الحمام، وانسي اي ريحه او اي تكلسات او اتساخات. البخاخه التانية دي بقى بعملها للاستخدام اليومي بتاعي، هحط تلتها معجون والتلت التاني ميه والتلت الاخير خل، يبقى خل ومعجون وميه. وبرضو هديها كده تقليبة. دي بقى لايه؟ لأي حاجة. هنغسل بيها تلاجة، هنغسل بيها بوتاجاز، هنغسل بيها فرن، حوض المواعين، اي حاجة بتخليها بتبرق كده وتزيق من النظافة. واخر حاجة، تمام كده خلاص البخاخ بتاعنا وبقيه المعجون انا حطيته في البرطمان اللي انتوا شايفينه ده، والشويه اللي في البوله دول هنبدا بقى نقول بسم الله ونطبق عملي كده مع بعض. عايزاكم تركزوا لي في كل حاجه قبل وبعد ما نستخدم المعجون بتاعنا. هنا البوتاجاز عندي او الفرن كان فيه سمنه مدلوقه كده وانا بسوي حاجات فطير وحاجات زي كده، فكانت حرفيا مبهدله لي الفرن كله. وعندي كمان الشبكة، وكنت كمان عاملة صلصة طماطم، فكانت الدنيا مش أحسن حاجة. شلت الشبكة وكمان الصاج علشان مفيش أي حاجة تنزل لي على الشعلة تسدها لي. حطيت أي قماشة موجودة عندي ورجعت الصاج مرة تانية، وبالفرشة كده هبدأ أدهن الفرن بتاعي كويس جدا. وانت بتدهني كده هتلاقي الفرشة عمالة تسيح الدهون تحتها. بعد ما تدهني الفرن ما نستعجلش بقى، سيبيه نص ساعة، سيبيه ساعة، خليه كده يفور وياكل الدهون. انا مش عايزاكي تتعبي ولا تدعكي. خلاص كده دهنته كويس جدا. هسيبه بقى نص ساعة. هطلع كمان الشبكة بتاعتي ادهنها كويس قوي. ادهني ازاز البوتاجاز، لو عرفتي كمان تفكيه يبقى حلو جدا. انا عندي لحد دلوقتي الفرن ده مش عارفة ان انا افكه بصراحة، اللي هو البلت ان الرخم ده انا مش عارفة افكه لحد دلوقتي. المهم هدهنه كده وهو موجود على حاله بالشكل ده.
خلاص زي الفل. مش هنحتاج نسخن الفرن قبلها ولا نسخن العيون. طب هل ينفع سخن؟ عادي تسخني، لكن لا، احنا مش هنحتاج، احنا معجوننا بفضل الله هيجيب من الاخر. وهنا كان عندي برضو حروقه كده من الصلصه، وانتوا عارفين حروقه الصلصه او حليب، والله مش فاكره، كانت غلسه جدا. رشيت عليها كده بالبخاخ اليومي، بس حسيت ان هي محتاجه لا حاجه تفتت اكتر، فدهنتها كمان من المعجون، وهسيبها تريح لها نص ساعه على بال ما اصلي اغسل شويه مواعين عندي. ما استعجلش على الحاجه، اصل انتي مش حطاها في ثانيه هتروح فايرالي كده لا، احنا عايزينها نيجي نمسح بعد كده وراها بسبونشه، مش عايزين نستخدم سلكه اصلا. خلاص كده. وبعد كده طلعت كمان الشبكه وهدهنها كويس جدا من فوق من تحت ومن كل حته. رجعنا بقى للفرن بتاعنا، ورولي وبصولي على الجمال، بصولي على الحاجات اللي كلها فارت لوحدها. عايزه اوريكم الجزء اللي كان متحروق في الظهريه، شايفين؟ والله ما دعكنا لسه ولا عملنا اي حاجه، الجمال كله جاي يصبر عليا. تمام زي الفل اهو. نجيب بعد كده، خلاص كفايه كده، الازاز اصلا ما شاء الله نور اهو بقى زي الفل. دعكته برضو كده دعكه بايديا. بعد كده هبدا ان انا امسح اهو الحاجات الدهون عشان اوريها لكم بس الاول، وعلشان برضو ما نتعبش عايزه اوريكم. هنا بصوا، انا جبت هنا سبونشه وحطيت فيها سلكه خشنه. السلك الناعم مش هيقضي معانا غرض دلوقتي، هيتبري معاكي بسرعه وهيلفلف كده من الدهون، فاحنا مش عايزين، احنا عايزين حاجه تنجز معانا. هنجيب السلكه اللي ستيل من عند اي بتاع صابون، وتحطيها كده فوق سبونشه علشان ايديكي ما تعملش منها ولا اي حاجه. وبصوا لي كده، انا ماسكه التليفون بايد وبصور لكم وانا بدعك الشبكه بايد. شايفين؟ والله ما في دعك، انت بتعدي عليها مره اتنين بسبونشه كده خلاص بتنضف معاكي. اهي هخلصها بقى كلها لوحدي. بعد كده جبت الصاج هنا برضو بعد ما عدى نص ساعه زي ما قلت لكم، بنفس السلكه السبونشه وحتى جواها السلكه اهو بوريها لكم. مفيش حاجه بعيده عن الكاميرا والله يا جماعه، اللي بتشوفوه بفضل الله هتلاقوا نتيجته قدامكم. بس كده غسلتها وشطفتها، لا في حروق ولا في دهون ولا اي حاجة. واحلى ما في الوصفة دي بفضل الله ان هي بعد ما بتخلصي بتلاقي لمعة غريبة بسبب الزيت المحروق اللي احنا حاطينه، ومش بتلاقي الحاجة مجيرة. اوقات كده تجيبي منظفات غالية تكتم نفسك وتحرق ايديكي، وبعد ما تخلصي تلاقي تشبيرة كده بيضة، طبعا بيكونوا حاطين بوتاس مركز جدا. اما وصفتنا بفضل الله كل المكونات اللي فيها بتعادل بعضها. لا حاجة هتحرق ايدك، انا بشتغل يا جماعة اهو من غير جوانتي، لا حاجة هتحرق ايدك ولا حاجة هقولك البسي كمامة وانتي شغالة، ولا شغلي الفرن يسخن قبلها ولا اي حاجة، احنا بنشتغل على البارد. تمام. وحاجة امنة جدا، احنا بنستخدمها في كل حاجة في البيت. وادي اهو. وعايزه اقول لكم ان الوصفه دي نزلت كام مره، اللهم بارك، كل مره بتجيب نفس التفاعل نفس التعليقات، انا ببقى فخوره بيها بصراحه. كده خلاص انا مسحت الفرن نضف عندي وبقى زي الفل. هنا كمان الازاز اهو هلمعه كمان من بره. وكده خلاص الفرن بتاعنا بيكون خلص، والشبكه كمان بقت زي الفل، شطفتها كده ورجعتها مكانها. وقد ايه بتحس ان انت فخوره بنفسك لما تعملي الحاجه كده من تحت ايديكي وتلاقيها بتبرق كده. نرجع بقى للبوتاجاز من فوق، وبصولي على الحروق اللي احنا دهناها قمر كده. جبت سبونشه هنا بقى من غير سلك اهي، سبونشه من غير سلك لوحدها، طلعت ما فيهاش اي حاجه. يعني البخاخ اليومي بتاعك بعد ما تخلصي مواعينك رشه كده على البوتاجاز وانتي واقفه، وامسحي بفوطه. لو هتستخدميها كل يوم مش هتستخدمي حتى سبونشه معاها. على الحوامل نفس الوضع. البوتاجاز بقى بعد ما تخلصيه جففيه بقماشه تكون ناشفه خالص علشان تلاقي اللمعه بتاعه الستيل. ادخلوا لي بقى على الشفاطات، شفاط المطبخ اللي بيكون مش مليان ده متبهدل. الشفاط ده كان في شقه كده كانت يعني اتقفلت 4 سنين او 3 سنين ما كناش بننزلها اصلا، وده كان الحال بتاعها لما الحاجة قعدت فيها والدهون بقت غريبة الملامح. تمام. جبت نفس الخلطة بتاعتي، حطيت فيها قماش كده قديم عندي، قماش فلينات بيضة ولا حتى مناديل مطبخ، هبلها كلها او هغلفها كلها بالخلطة بتاعتي. وبعد كده هبدأ اغلف بيها الشفاط كله. تمام كده. وهسيبها كمان تتغلغل كده وسط الدهون وتفورها لي من ربع ساعة كده لنص ساعة. يعني اعملي كله ورا بعضه، ادهني البوتاجاز ادهني الشفاط الحوامل الشبك واركنيه جنبك. خلاص. بعد ما خلصته كده هحطه في كيس بلاستيك علشان ايه يسخن معايا اكتر. ولو عندك كمان ورقة ألمونيوم يا سلام، تبقى جبت من الآخر، بس مش محتاجين والله يا جماعة. وغسلت كمان الشبكة بتاعته كده من فوق. بعد كده بعد ما عدى النص ساعة عليه هبدأ ان انا احطه في الحوض او احطه في اي بولة بلاستيك كده كبيرة، واغرقه بالمية المغلية.
خلاص احنا كده مش عايزين بقى ايه، لو جينا دعكنا دلوقتي هنلاقي الدنيا اتلحوس الدهون حوالينا. انا عايزه كل الدهون اللي فيه تنزل في الميه دي، وبدلقها بصراحه بعد كده في الشارع، حتى ما بحطهاش في الحمام. كده خلاص بعد ما الميه ما بردتش، يعني انا سبته مثلا في الميه المغليه كده ربع ساعه مش اكتر من كده، كانت الميه لسه سخنه على ايدي. هبدا على طول كده بالقماش اللي انا حطيته عليه ده او المناديل، امسح بايدي على طول. والله العظيم مش هتدعكي، انا بقولك ان انت مش هتدعكي ولا تتعبي ولا اي حاجه. وشايفين المية كلها لسلسة ودهون، ما ينفعش ترميها في الحمام، دي هتترمي على الشارع. وتعالوا لي بقى كده على الصندوق بتاعها كده من فوق. المفروض الشفاطات دي ما تتحطش اصلا في المطابخ والله. شايفين منزله حاجات بلاوي بلاوي. طبعا انتوا عارفين لما الدهون تقعد على شفاط ويكون المكان مقفول مع التراب، بتبقى عامله زي طبقه كده ملزقه، زي طبقه كده زيتيه. لكن بفضل الله هتنجح معاكي من اول مره. المنظف ده انا حرفيا على الفيسبوك يوميا، كل يوم يا امل نزلنا الفيديو ضاع مننا. نزلنا الفيديو ما شفناش الوصفه دي. مفيش اي منتج جاهز، اقسم لكم بالله لسه الرساله دي جايه لي اول امبارح، مفيش منتج جاهز يا امل عمل نتيجه الوصفه بتاعتك، نزلها لنا تاني. فقررت ان انا انزلها، انتي طلباتكم اوامر يعني. ما تنسيش بقى بالله عليكي لو وصلت لحد هنا ترفعي الفيديو بلايك، وكمان تكتبي لي كومنت حلو منك علشان الفيديو يوصل لاكبر عدد. حقيقي تعليقاتكم معايا بتسعدني جدا. كده خلاص بعد ما شطفت بقى الشفاط من الميه والدهون اللي كانت فيه، اخدته بقى تحت الحوض كده بشويه صابون سائل وسبونشه كده بتاعتنا، ورغي رغي ودعك كده كده ولمع الحاجه تطلع تبرق كده، ست بيت نظيف، ست بيت قمر كده. نخش بقى على القلايات، ندهن القلاية بتاعتنا. وده البخاخ اليومي، ده بقى بخاخ يومي معاكي في القلايات، البوتاجاز، التلاجة من جوه هتبقى نظيفة وزي الفل. الرخامات اللي هي الرخام الاسود، الرخام الابيض بصراحة ما جربتش لسه عليها الوصفة دي، ما اكذبش عليكم، ما اعرفش نتيجتها ايه، ممكن تبقع او لا انا ما اعرفش. بس اللي هو الابيض الجديد الكوارتز اقصد يعني. اما الابيض اللي هو بتاع المصانع القديم ده لا، شغال معاكي، هتنضف وتبقى زي الفل. تمام كده خلاص. كمان اخدت الشبك كده بالسبونشة بالفرشة دي، بدأت ان انا اغسله بعد طبعا ما كنت دهناها، ورجعت بعد كده تاني على القلاية غسلتها كويس جدا. اهو شايفين كل الدهون اللي كانت لازقة جوه، مجرد ما تثبت كده ربع ساعة الخلطة نفسها بتفور لك وتفتت لك الدهون دي. تحفة يا جماعة، تحفة، لازم لازم بجد تجربوها. وكده خلاص غسلت ورجعت كل حاجة مكانها نظيفة وزي الفل. وادي كمان الشفاط، محدش يقول لي ان هو ده بتاع الفيديو الاولاني. طيب خلصتي بقى الشفاط، مش عايزين ندعك مرة تانية، مش عايزين ندعكه مرة تانية، بما ان هو راجع لنفس الست دي يا روحي، وهي ما بتقدرش تتعلق كده فوق، فهنعمل لها حركة كده بسيطة. هنجيب الراب البلاستيك ونبدأ نغلف بيه الجسم بتاع الشفاط كله. تمام هنغلفه بالشكل ده. الراب اصلا ما بياخدش حاجه، وممكن بعد ما تخلصي بسشوار كده تسيحيه عليه، بس لما تيجي تطلعيه هتلاقيه رخم شويه. فاحنا هنثبته بس كده تثبيته، وكل مثلا 10 ايام ولا حاجه نغيره، نشيله ونرميه ونحط غيره. او ان احنا بقى تبقى ايدينا في الحاجه بقى يا جماعه، نحاول بقى على قد ما نقدر يعني. حتى لو مش هتشيليه من مكانه وانتي بتنضفي المطبخ كل اسبوع، يتعلي كده على كرسي، رشيلك كده رشتين وبفوطه، امسحي الريش وانت واقفه مكانك، والله هينضف معاك ويبقى زي الفل. وهنا كمان غلفت الريش، وبقى الشفاط عندنا جديد وزي القمر. نرجع بقى للارضيات دي بقى اللي كان تحت الايه، الغساله. تمام، غسالة كده رخمة بنشيلها بطلوع الروح، رش كده شوية. وهنا كمان صدى الحنفيات، قاعدة الحمام يا جماعة اهو، اللي احنا بننظف اللي كنا عاملينه قبل ما انام، خلاص محدش هيخش الحمام تاني. بقوم حاطة شوية كده وقافلة القاعدة، والصبح كده شد السيفون. نظافة من غير دعك، حاجة كده قمر. الصدى اللي بيكون حوالين الحنفيات رش كده شوية وسيبيه شوية دقيقتين تلاتة، هتلاقي كل الصدى نازل بالمنظف لتحت لوحده. وبكده خلاص حقيقي اتمنى تجربوه. الفيديو خلص، مع السلامة.